عمان وحدها تعارض الحرب على إيران. مارس الثوري الإيراني نحذر جميع موظفي الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أمريكيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع النظام بتاع دكهم في المنطقة بمغادرة أماكن عملهم على الفور حتى لا تتعرض حياتهم للخطر. قلت لكم المنشآت اللي أعلنت عنها إيران منشأة. النهارده ايضا في 48 ساعه مفتي ليبيا الشيخ صادق الغرياني بغض النظر كان اصدر بيان قال بغض النظر عن النظام القائم بايران فهي بلد يرفع فيها الاذان وتقام فيها صلوات الجماعه واهلها يصلون ويصومون ويحجون، فهي في تعريفها الشرعي بلد من بلاد الإسلام ومن أهل القبلة، رضي من رضي وكره من كره. ده الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا في بيان أصدره من كم يوم. ده أبرز ما جاء في بيان الصادق الغرياني مفتي ليبيا. متسللون مرتبطون بإيران اخترقوا البريد الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الأمريكي، وأمريكا اعترفت بده النهارده يا جماعة. أعلن مخترقون سبرانيون مرتبطون بإيران مسؤوليتهم عن اختراق البريد الإلكتروني الشخصي لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كاش باتل، ونشروا صور ليه وسيرته الذاتية على الإنترنت. قالت المجموعة اللي بتطلق على نفسها، أكيد سمعتوا عنها قبل كده، أن باتل سيجد اسمه حاليا ضمن قائمة الضحايا الذين تم اختراق حساباتهم، وأمريكا اعترفت بده. مسؤول خليجي بيعلن للسي ان ان دول الخليج تحت إدارة ترامب سرا على عدم إرسال قوات برية إلى إيران. تحث إدارة ترامب سرا على عدم إرسال قوات برية إلى إيران لما قد يعقبه من رد إيراني ضد البنية التحتية في الخليج. مسؤول خليجي رفيع المستوى للسي ان ان أن حلفاء دول الخليج يحثون إدارة سرا على عدم إطالة أمد الحرب عبر إرسال قوات برية لاحتلال جزيرة خرج أو إزالة اليورانيوم على التخصيب الإيراني من منشأة نووية سبق أن قصفتها طائرات أمريكية. المخاوف الخليجية تكمن في أن احتلال جزيرة خرق بقوات أمريكية سيؤدي إلى خسائر فادحة، مما قد يثير ردا إيرانيا ضد البنية التحتية لدول الخليج وبالتالي إطالة أمد الصراع. بدلا من ذلك تضغط دول الخليج على المسؤولين الأمريكان بشأن ضرورة تفكيك برنامج الصواريخ الباليستي الإيراني قبل انتهاء النزاع، وهو ما يتفق معه المسؤولون الأمريكيون، وده اللي مستحيل إيران تعمله. وفي الأيام الأخيرة أطلع البنتاجون دول الخليج على أنه جزء كبير من قدرات إيران الصاروخية والصواريخ قد دمر، وأن الولايات المتحدة على استكمال قائمة أهدافها دون تحديد جدول زمني. أيضا التلجراف النهاردة نشرت تقرير مهم جدا عنونت لهذا التقرير وقالت: لماذا لم يتبقى لترامب إلا شهرا واحدا لإنهاء الحرب على إيران؟ ايه بقى اسباب اللي ارتكنت اليها التلجراف؟ الاسلحه الامريكيه توشك على النفاذ. بالامس تابعنا صرخه رئيس اركان جيش الاحتلال اللي قال انه الجيش على مشارف الانهيار وانه بيرفع 10 رايات حمراء تحذيرا من الوضع. تلجراف النهارده: استنزاف سريع للترسانه، استخدام 11,000 ذخيره في اول 16 يوم، التكلفه 26 مليار دولار. الاستهلاك العسكري 198 صاروخ ثاد، 431 صاروخ بحري، 402 باتريوت. إعادة التسلح